وريني بقى كده يا ابني تشكيل النادي الاهلي لمواجهه حرس الحدود وخطه عماد النحاس لخطف الثلاث نقاط وربنا يستر على الماتش. بسم الله. في حراسه المرمى محمد الشناوي، يعني تتفق تختلف، الشناوي هو اللي المفروض يلعب عشان خاطر يكون هو الاساسي في ماتش الزمالك، ونلعب قدامه بقى اتنين مدافعين انا لسه اشوفهم مع بعض بقى، هو ياسر ابراهيم وجنبيه ياسين مرعي. يا جدعان دي ما فيهاش كلام. بالنسبه بقى لناحيه اليمين محمد هاني مبسوط بادائه كده، بقى له كام ماتش اداؤه كويس قوي. اما بقى ناحيه الشمال فالحمد لله كوكا مصاب وكريم فؤاد برضه مصاب، فما فيش غير عمر كمال عبد الواحد هو اللي يقود الجبهه الشمال دي. في نص الملعب بقى هنلعب بمروان عطيه وجنبيه اليو ديانج، وقدامهم يلعب محمود حسن تريزيجيه لان بن رمضان متصاب وكمان قفشه متصاب وامام متصاب وزيزو متصاب، فانا شايف ان تريزيجيه يكون موجود في النص وان شاء الله يكون فايق. بس خلي بالك يا تريزيجيه لو خدت انذار الماتش ده مش هتلعب ماتش الزمالك. تعال بقى للثلاثي الهجومي. ناحيه الشمال بن شرقي اساسي ان شاء الله يكون جاهز وتبقى بروفا لماتش الزمالك. اما بقى ناحيه اليمين فندي فرصه لحسين الشحات لو هينزل يلعب السهل ويباصي مع زمايله زي ما عمل اخر كام دقيقه في الوقت اللي نزلوا في ماتش سيراميكا، لا يبتدي اساسي ماتش الحرس ده وانا ضامنه برقبتي. اما بقى بالنسبه لراس الحربه فانا شايف ندي فرصه لشريف المخيف يقعد على الدكه الماتش ده ونلعب جراديشار. يا جدعان جراديشار صغير في السن وكان جاي النادي الاهلي مستواه كويس قوي، مش عارف ايه اللي جراله، فندي له فرصه في ماتش الحرس ده. وانتوا كمان عايزكم تكتبوا لي رايكم في التشكيل، مين كان المفروض يكون موجود ومين لا، وكمان توقعاتكم لمباراه الاهلي والحرس.